أنا أحذر الحكومة من الآن، اهتموا في وضع السلاح في المناطق الآمنة لكم. أنتم حكومة شيعة من رئيس الوزراء إلى الوزارات الأمنية، لا تضعوا السلاح كما حصل. وبعدين دباباتنا كانوا يجيلون بها الدواعش إذا تتذكر، يفترون بالدبابات والمدرعات اللي أخذوها من معسكر الغزلاني في الموصل، والسلاح اللي راح، وهذا أضعفنا وأضعف المنطقة. بس أتمنى أن لا يخضعوا للضغوطات مع نظام قادم سيقاتلنا على أسوار العراق وعلى أسوار بغداد. وأنا مثل ما شايفك وشايفني أقول لك هذا الذي سيحصل. هذا لا يمكن أن يؤتمن. شلون يعني؟ شلون يقاتل يعني على أسوار؟ رجل يعني يجي بالجيش السوري مثلا؟ يعني هو ما جيش سوري، جيش الداعشي. لا، هو يجي بقوة